المكملات اللي اتعمل عليها أبحاث وأثبتت فعاليته، ويستاهل كل الفلوس اللي بتدفع فيه. مكمل الكرياتين. الكرياتين مركب عضوي نيتروجيني بيتكون من 3 أحماض أمينية، الأرجينين والجلايسين والميثيونين. ده غير إنه موجود بصورة طبيعية في اللحوم والأسماك، لكن عشان أقدر آخد احتياجي منه بصورة طبيعية على الأقل محتاج آكل كيلو لحمة أو كيلو سمك، وطبعا ده مش طبيعي. كمان بيتصنع في الكلى والكبد والبنكرياس، لكن بكمية صغيرة جدا، حوالي جرام أو جرام ونص. عشان اقول لك الكرياتين بيشتغل ازاي، خليني اقول لك ان العضله عشان تنقبض او عشان ابذل اي جهد عضلي محتاج طاقه. الطاقه هنا اللي هي الاي تي بي. الاي تي بي بيستهلك بسرعه خلال التمرين، وهنا بيجي دور الكرياتين اللي بيكون متخزن في العضله على هيئه فوسفوكرياتين، فبيعيد بناء الاي تي بي بشكل سريع، فبيزود الاسترينث وبيزود الطاقه، فبقدر ان انا اشيل اوزان اكتر. ده غير انه بيزود الريكفري. دايما الكرياتين متهم ان هو بيحبس ميه في الجسم. الكرياتين فعلا بيحبس ميه، لكن في العضله مش في الجسم.